تطور جديد وخطير في الحالة الصحية للفنان والمطرب المصري هاني شاكر. الأطباء قرروا إن هم ينزعوا أجهزة التنفس الصناعي عن الفنان هاني شاكر، وقالوا إن بدأ يتحسن نسبيا، وإن وظائف الرئة اتحسنت نسبيا، فهو مش محتاج لأجهزة التنفس الصناعي الآن. لكن الأطباء بيأكدوا إنه مازال فاقد للوعي إلى الآن، لكن بيقولوا إن في تحسن طفيف وفي استجابة طفيفة للعلاج، وكمان بدأ يتحرك، يعني بدأ يبقى فيه حركة من بعض الأطراف، حركة خفيفة، لكنه مازال فاقد للوعي حتى الآن. وتعرض الفنان هاني شاكر لنزيف في القولون في بداية شهر رمضان المبارك، مما استدعى إن هو يدخل المستشفى ويجري جراحة عاجلة، وتم استئصال جزء من القولون، لكن بعد العملية تم نقله للعناية المركزة لمتابعة حالته بدقة. وبيقول الأطباء إن الفنان فقد كمية دم كبيرة خلال الأيام الماضية، علشان كده هو مازال في حالة غيبوبة وفاقد للوعي. وفسر الأطباء الحالة اللي عليها الفنان من فقد للوعي، وقالوا إن ليها اسم علمي اسمه غياب الوعي الإرادي. وبيقول الأطباء إن ده رد فعل طبيعي من الجسم للتعامل مع النزيف الحاد اللي تعرض ليه الفنان، وقالوا إن هو بيتحسن، لكن التحسن بتاعه بطيء. ومن ناحية تانية رفضت أسرة الفنان نقله للخارج، وده ثقة في الأطباء بعد ما قالوا إن حالته استقرت نسبيا وإن فيه تحسن بسيط. والفنان هاني شاكر من مواليد 21 ديسمبر 1952، يعني عنده 73 عام، وكان بيعاني من مشكلة في القولون. المشكلة دي اتسببت له في نزيف حاد، أثر هذا النزيف على الوظائف الحيوية للجسم زي الكلى وزي القلب. وبيقول مدير أعماله إن أسرته منعت عنه الزيارة لحين استقرار حالته الصحية. على الرغم من كده وزير الصحة ووزيرة الثقافة بالفعل راحوا المستشفى وزاروا الفنان هاني شاكر. طبعا محدش دخل حجرة العناية المركزة، لكنهم قابلوا أفراد أسرته واطمنوا منهم على حالة الفنان الصحي. وكان الفنان هاني شاكر اتعرض في يناير الماضي لوعكة صحية تانية كانت في العمود الفقري، حصل له انزلاق غضروفي، وبالفعل دخل حجرة العمليات وأجرى عملية جراحية وخرج من المستشفى وتحسنت حالته الصحية. لكن دهمه مرض أخطر وأخطر، اللي هو المرض اللي جاله في القولون. طبعا الأطباء ما بيتكلموش أو أسرته ما بتصرحش بطبيعة المرض ده، لكن من الناحية الطبية لما نعمل بحث عن المرض بيقول إن النزيف الحاد ده بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة وجود نتوءات في القولون. يعني إيه نتوءات في القولون؟ يعني أورام في القولون. وطبعا الأورام دي ما بيتمش اكتشافها مرة واحدة لأنها بتبقى خبيثة، فتطور الوضع وتسببت في حدوث نزيف حاد. ولما شعر بألام وفقد الوعي في المنزل ونقلوا على المستشفى، لما عملوا له الفحوصات الطبية ظهر للأطباء وجود النتوءات دي، وإن هي عملت له نزيف. النزيف ده تسبب له في هبوط في الدورة الدموية وفقدان للوعي. قرر الأطباء على الفور إن هو يدخل حجرة العمليات، لكن كان الفنان عنده مشكلة، وكانت المشكلة دي في عدم انتظام ضربات القلب. أجلت العملية عدة ساعات مع استمرار النزيف الحاد. بعد كده لما الأطباء ظبطوا موضوع القلب ودخل حجرة العمليات واستأصل جزء من القولون اللي كان فيه المشكلة اللي فيها النتوءات وفيها النزيف ده، طبعا عملية خطيرة، عملية كبيرة استمرت عدد كبير من الساعات. وبعد كده خرج الفنان في حجرة الاستفاقة. الفنان مفقش، فضل فاقد للوعي، دخلوه حجرة العناية المركزة وركبوا له أجهزة التنفس الصناعي، لأن النزيف الحاد أثر على الوظائف الحيوية للجسم زي القلب والرئة، القلب والرئة والكلى. فطبعا التأثير دوت خلاه في وضع حالة الغيبوبة. لكن الأطباء بيطمنوا الناس وبيقولوا إن هي إيه، حالة بتحصل لأن النزيف كان حاد، وإن النزيف ده هو اللي تسبب في الوضع الصحي الحرج للفنان هاني شاكر. نتمنى له الشفاء العاجل من الله عز وجل.